بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، أخونا وحيد تحدث عن وحدانية الله. عبادتنا ما تصلح إلا بوحدانية الله. إذا واحد يشرك مع الله لا تقبل منه. دليل وحدانية الله في كتاب ربنا العزيز في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما سألت اليهود أو مشرك العرب صف لنا ربك، كان عندهم آلهة من الأصنام، من الذهب، من الأخشاب، من الأحجار. صف لنا ربك كيف؟ فنزلت عليه قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد. مقصود في الحوائج كل المخلوقات تحتاج إليه. لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له أب وأم، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجزاه الله خيرا. بالدليل تقوم ربي سورة الإخلاص، تقرأ على أي واحد وقراته دليل سيتا. ربي توقجة المنقب أباها ننقب، المبتن هجمو أباها سنقب كأك فقاتا لساهنجر. وصو جارتي قباتي الموسو قباتي نقصي توقو قبالي علمي واني أرغتنيف نمها غرغارو أبا يود ركدان ربي كانت الهجم. ربي لا يحتاج إلى معين ولا إلى وزير ولا إلى مستشار. نما اتمارياته نما اتغرغار صفته نما وإزعيبه واتقت الهجم. أنا حديثي أتحدث لكم محاضرة شاملة، يعني محاضرة شاملة أتحدث عن الإيمان، عن الأخلاق، عن الصلاة، عن الزكاة، عن المسجد. بالأخير أتحدث لكم عن آداب المسجد والمساجد والمشي إليها. وأن نسيني دبردو دعوة أخلاق الرا، حالة إسلام، حالة مسلمة الرا، صلاة الرا، زكاة الرا، كيسميسو دبي غاري دبتشو وغاري تنبيسو. إسلامنا الجميل في حديث رسولنا الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما هذا؟ ما أجمل هذا. من كان يؤمن بالله ربا وبالقرآن دستورا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فليقل خيرا أو ليصمت. نمن ربي تأمنوا إيمان الربا إيمان كجبا متعين يو ونن دبت وان غاري تاتي ها دبت، يو همتو تاتي هن دبتي. نمن ربي تأمنوا نمن بويا آخرات التغنى كافمنا حسابا غنى جتشو تأمنوا فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. والله إساها كبج والله إسا إنشنكن موسيقى التولكا والفوئة وان إسا أرسو
وجولين إسا هلا إسا تبعتي ربا إسا أرقو ولا إسا كبج نغا غافتو كيسات يوسر روا إرقسيسو كيسات يوسر رالي لكيسو في كيسات وان غاري تدلقو وان بدو تيسات تدلقو نبو كيسات ولا كي كبجي نبين كيان جبريل جزينة تلفوتوفا ولا نتلعاما ظننت أنه سيورث الأولوما الآن دالي والدالون لأركم جتو أكسنت فقاتي جلسو هذا أولا إيكاتو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كي ثم إساها كباتو ما تيسر لك والمسيمي جد نياتر dhugaatii irraa dhiheessiif fincinkin hoolaa qalaaf jettee fincinkin waan hin jirre deemee bitaa liqeeffadhee fidaaf jettee fincinkin waan maqabduun fuula bareedaadhaan afaan bareedaadhaan keessummaa kee kun haza min akhlaaqi islaam dhugaa dubbachuun ollaa kee kabajuun keessummaa kee kabajuun akhlaaqa islaamaa. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بأخيك المسلم حتى غير المسلم لكن حديث لأخيك في العقيدة ولأخيك في الإنسانية كذلك أن ترحمه وأن تساعده إذا محتاج حديث رواه أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمان كامل حين أمن تكون كيسا حقوان نفسه في تنجالة وبلسسات تنجالة توان خيري تاي إسلام يأمرنا النظام علاقة مع الله أن تعبده أن تطيعه علاقان كي ربي سبوم وجين إسقبروا وان نجربلوا وان نرأس الأرقموا امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه علاقتك مع أخيك في الإنسانية أو مع أخيك في الإسلام أن تحب له ما تحب لنفسك كما تحرص على مصلحتك أن تحرص على مصلحة أخيك هذا من الإسلام كما تحب الخير لنفسك أن تحب الخير لأخيك أن يكون عندك أولاد تحب أن تحب لأخيك أن يكون عندك مال أن يكون عندك صحة أن تحب لأخيك هذا هو الإسلام الحنيف أحب الناس تكون مسلما أحب الناس بالخير من باب المعاملة ديننا أمرنا بأن نتعامل مع الناس مو ما قال المسلمين مع كل الناس مع المسلمين وغير المسلمين وقولوا للناس حسنا أن نتعامل مع كل الناس معاملة طيبة بالملاطفة بالكلام الطيب بالمعاملة الطيبة مع الجيران مع مكان العمل في المدرسة في الجامعة في المسجد معاملة طيبة مع الناس إذا عملنا معاملة طيبة ما هو جزاء المعاملة الطيبة؟ يقول رب العزة والجلال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا عملت كويس مع الناس إذا عملت معاملة كويسة تطيع خالقك وتعمل معاملة كويسة مع غيرك وتعمل بكتاب ربنا وبسنة نبينا ماذا أعد الله لك؟ العمل الصالح كل ما فيه رضا الله الصلاة الزكاة الصوم الحج إصلاح ذات البين الصدق الأمانة كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
من عمل عملا صالحا يرضي الله من ذكر رجل أو أنثى امرأة وهو مؤمن وهو مصدق بالجزاء وهو مصدق بوحدانية ربه مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا حياة السعادة. إذا أنت ما في مشكلة أنت صادق تتعامل مع كل الناس معاملة كويسة تحترم تكرم جارك وضيفك وأقربائك وأباك وأمك ما في واحد يعزيك أنت مرتاح البال تنام نوما مريحا لا هموم ولا غموم عندك. إذا عندك ما في مشاكل مع البشر وأنت مع خالقك مطيع ومع البشر تعمل معاملة كويسة فتعيش في الدنيا سعيدة وفي الآخرة جزاؤك الفلاح والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. في سورة 3 آيات وردت في كتاب ربنا في دستورنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا يقسم بالأسر الذي فيه الليل والنهار لأن في الليل والنهار في هذه الفترة الزمنية خلال 24 ساعة العباد يقومون بالأفعال خيرا أو شرا. في هذه الفترة من يعمل الخير يعمل الخير من يتصدق من يصلي الليل من يصوم النهار من يقوم الليل من يدعو إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو اللي يذهب إلى أماكن أخرى يقوم في هذه الفترة يقسم بهذه الأزمان الليل والنهار الزمن الذي فيه الليل والنهار أو بصلاة العصر أو في عهد النبوة فيها عدة التفاسير. إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر في خسارة رب وقتي تككتا جزء وقتي كان كيس هالكني بويان كجرو علمي نما هالكني بويا كان كيس كتولتو دلبوس كهمتو دلبوس جزء كيس خنا دلب غبروني ربي وقتي كان كيس وان ما يدل على وحدانية الله. الليل من خلق الليل والنهار الليل فيه ظلام والنهار فيه ضوء الكنز دكنا ويان إفا إنه أمك نم تقوان كان هل كانوا في تجرا كانوا باريس سنجر كانوا ليس سنجرا ودون تنيوبات إنجر كوني في الليل والنهار النجوم والقمر والحر والبرد فيه هذا ما يدل على قدرة الله. كناف ربي جزء كانت تكاكتا والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والفجر وليالي عشر. إن الإنسان جنس الإنسان بني آدم لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ورى ربي التأمنه دلقا غاري ربي الرجالة وربي جارة جيتو دلقا غاري جيتون كل ما فيها رضا الله. ورى ربي التأمنه تقجم إساء وان كتاب ربي كيس رفت أمنه قرآن حديث ربي سنة رسول كيس توار رسول إساء نتين رفت أمنه دلقا غاري دلقا غاري والرب جالت شوف إصلاح ذات البين صدقة صوم حج صلاة والرب جالت شوف بعد إسا وانغرتي معاملة المنما والرب سرا جالت شوف
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالحق بالإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر على الطاعة، على طاعة الله. في ناس صعب عليه أن يحضر إلى الجامع صلاة الفجر، في منهم صعب عليه أن يصلي الصبح، في من الناس صعب عليهم أن يدفع الزكاة، لأنه إن الإنسان له بالخير لشديد. المنما هو رجالته زكاة باس يوجد باس وما تبقوا باس برا لما تفوقوا ما فهم. كنت دعوة مسجدك يوجدني اتجابات من وفاتها، إذا قالوا له تعال احضر في عندنا دعوة في المسجد، يجلس في البيت يتفرج على التلفاز أو حديث جانبي مع أهله. هذا يحتاج الصبر. حضورك إلى بيت الله يحتاج الصبر في صلاة الفجر، في صلاة العصر. إنفاقك في سبيل الله يحتاج الصبر. وتواصوا بالصبر على طاعة الله، وتواصوا بالصبر عند المصيبة، وتواصوا بالصبر عن المعصية. معصية دليل الرافلوربو جهاد برباجس أكا غاري تلبو كي قبو وان حمر رافلوربو فاحشة رافلوربو جيبا نميمة رافلوربو نفسي كي كان أكا غاري تقبو برباجس. ليس الشديد بالسرعة، سرعة يعني مسارعة، إنما الشديد من يغلب نفسه عند الغضب. هذا يحتاج صبر. إذا صبرت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا يعطيك أجر عظيم إذا صبرت على طاعة الله، إذا صبرت عند المصيبة، إذا صبرت عن الملذات والشهوات التي تحرف الإنسان عن طريق الله. ألا يحب أحدنا أن يكون في السبعة؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه. اللهم اجعلنا في هذه السبعة. نما تربة قادس أرشي ربي جلتي تانجي ويا قيام ويا أو إجابة. إسان الإمام عادل، إمام جتون حاكمة موتي ملكة برزدانتي حق أدلب أمة إساتي فيات أمة إساتي في كيات وكذي أما كيست بشاكل قلوب أرباكس ماء نظيف، إلكتريك، تعليم، الصحة، الأمن والأمان والاستقرار، ولا يسجنهم بدون حق ولا يقتلهم بدون حق. هذا يكون تحت عرش الرحمن إمام حق عنه حق إلى كدلا. وشاب نشأ في عبادة ربه، بدأ عبادة الله وهو صغير، نشأ في تلاوة القرآن ثم بدأ العبادة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا راح من المسجد يشتاق حتى يرجع إليه. اللهم اجعلنا منه. ورجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وافترقا. اثنان نملما هو الجالة ربما هو الجالة، ليس فيهما بينهما مصلحة مادية، يحبون بعضهم بعض من أجل أخوة الإيمان. اجتمع على المودة وافترق على المودة، لم يحصل كيف بينهم خلاف مادي، يحب بعضهم بعض. افترقوا إما بالموت أو افترقوا إما إلى بلدان مختلفة. افترقوا ممكن واحد بقي في الآخرة والثاني في الدنيا واحد بالآخرة. فهؤلاء يكونون في ظل عرش الرحمن. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أو
امرأة دعاها رجل ذات منصب صاحب منصب وجماعة فقال إني أخاف الله رب العالمين، أنا لا أعمل الحرام، لا أعمل ما يغضب الله، لا أعمل الفاحشة. ورجل نامي شغرت دلين دلب ربك يا صدق حلال ملء حرام دلب جد أنتنا مش من ناحية الآخرة فقط، من ناحية الصحية الانحراف الخلقي يضر صاحبه صحيا بعد انتشار الأمراض الخبيثة والخطيرة. نجانا الله من الفاحشة ويحفظ إخواننا جميعا. نمتشا صدقاء ودت هذا هرتي بتاعسا إن بين هكامرقات يجون هذا نمني سبيل أنجيرو ليس أنما كن ليس صدقاء ودت صدقاء وجي ليس تاتي رجالتي يونما مركان سورة فكنا من برالي كنفتاتي ماله زكاة يوتاتي أكمنا من الكنول لنوانكاب صدقاء تا سرت تاتي ترجع نمتش فرات سون لأن من يأخذ الصدقة يستحي أكوك يستحي قدام الناس عندما تسلمه وقعت التكنيت ليس التكنيف على انفراد. إخواننا ربنا يجعلنا ممن يدعو إلى الله لوجهه تعالى، من يقوم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيء. دعوة كانت المحاضرة تعمل محاضرة لنسمع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أو آية من آيات الذكر الحكيم حسب معرفتنا. مقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تيسر لنا أن نعلم إخواننا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما تعلم إنسان أن يعلم غيره، لأن هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة نوح، وظيفة إبراهيم الكليم، وظيفة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه برنامج ينفع المسلمين في التربية الأولاد، في التعلم على الدين اللي يعمل. إذا استمر هذا البرنامج إلى الثواب لمن يقوم بهذه الوظيفة. كذلك إذا واحد عمل سيئة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء. أفضل شيء فيه من التعلم للدين، لأن الدين العلم، الدنيا تحتاج العلم والآخرة تحتاج العلم. من يريد الدنيا أن يتعلم، ومن يريد الآخرة أن يتعلم. خير الأمة ماذا قال لنا؟ نمني دنيا فلس بيكون سبر باجيس، لو بيكون سقواتين دنيا اللي واتوكو راتي بغاري أرغتون دندت دموسا غاري. آخرة اللي بيكون سان صلاة عكت صلاة، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، أن تعرف كيف تتودع. ماذا قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، إذا أراد الله خيرا لعبده يكون فقيها يفهم أمور دينه، يفهم الحلال والحرام. نمني ربي خيري تلتو إسافره ربي انقرأ أمور ديني إسا، أمور ربي ساتتلياتو، أمور حق علم نما يقول، أمور نفسه فيه بالدرة يقول إسا برسيسا يجو. أن نتعلم أمور ديننا. ديننا يأمرنا بالتعلم والتفقه. العلماء الأنبياء ما جاءوا بالدينار ولا بالدرهم، وما ورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم. الأنبياء
كل الأنبياء تركون العلم، ما أوحى الله إليهم ما ورثوا مال، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لأن يهدي، ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو مما طلعت عليه الشمس من الدنيا كلها. لأن تكون سببا لهداية شخص واحد نمتك قجلت قرار بتتيام كلمة التوحيد عن طريق كما كان العمل عرفته على الله، على وحدانية الله، أو أكدته إلى مكان الخير فهداه الله، كان في دلال فهداه الله بسببه. شخص واحد. قال النبي لسيدنا علي رضي الله عنه هذا الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو مما طلعت عليه الشمس. حمر النعم الجمال الحمر، لأن العرب يحبونها. جمل قال وني دي منتك هذا وجهته ديما مرة قد يقال حمر جتون قال لما قال له افتسام إسام براتي درجة كم تفكلا كان أورتيا سورة نما توقع خرا خيري وكيف انتي سواب قدام الدال على الخير خفائله. إذا دليت إنسان على الخير كفاعله. إذا تريدون أطول عليكم أزيد لكم ما يتعلق من آداب المسجد. سورة قرأت عليكم سورة العصر. إمام الشافعي قال: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفت خير الكلام ما قل ودل. نحن لو استفدنا نستفيد بأمور بسيطة. افعل خير تجد خير، تحصد خير. افعل شر تحصد شر. شوف مختصر مفيد. أكثر شيء من القراءة أن نفكر في القول، أن نفكر في الليل، أن نفكر في النهار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفس ما كيسك وفي ملالة ما يجمع كيتا إيسا سيقول يا ربي وسوى أسقول يا قمني بردي وسوى سيقول يا جاتيني بردي. وجعلك تحت الكهف للحماية أحكم الحاكمين. ما في أتقى من الله تبارك الله أحسن الخالقين. أكد السقاي ما للرأو منتجة من أي شيء، من أي مادة خلقت، هي لمبة نور تشوف بها من الماء، من مني يمنى، من النطفة. من النطفة صار شعر، صار أسنان، صار العين، صار اللحم والجلد، جلد جسمك، والعظام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أن نفكر في هذا القول، أن نفكر في الذكر، في الأنثى، في المخلوقات، في الطعام والشراب. من خلق هذا؟ من خلق الماء؟ لولا لا يوجد الماء كيف ماذا نشرب؟ بشاي يوجد شوات نقدر نعيش. أن نفكر في هذا القول. إذا فكرنا في الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، في الحر والبرد، في مخلوقات الله، يكون إيماننا يكون قوي بإذن الله. حديث مروي عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وحديث حسن. اتق الله، اتق ربك حيثما كنت وحدك أو كنت مع غيرك، اتق الله.
نما وجه جراتو وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وقيد دلين تقصر أرقمت دلي تنرمال صلاة ركعة مو صلاة ربي سرها قدريتا صدقاء قدرتشو استغفار قولوا وخالق الناس بخلق حسن نما وجين حال قاريدا جلات المنما وجين حال ربي جالته دبي غاري دبچو دلغا غاري نمتي دلغو نما ارسو ابو وان بدو نما دلغو ابو وان غاري دا وكي اكستاتي ربي بلات اللي نجالت ربي النبي عليه الصلاة والسلام ما جد وإنك لعلى خلق عظيم أرسله لنا وزينه بالخلق الجميل ومدحه ربنا خلق غاريه قباتنا مشفتو سجانته إذا أنت خلقك حسن أنت مرغوب كل الناس تحبك الحي الذي تعيش فيه يحبوك مكان أنت تعمل يحبوك زوجتك تحبك أولادك يحبوك إذا كنت أنت رحيم يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمة رحمته ليقولوا رحمن ربي كأننا ما تفول جد ورحمتي وسعت كل شيء رحمن ربي كأننا المؤمن والكافر من رحمته النعمة نعمة الدنيا للجميع الزوجة السيارة البيت لباس طعام شراب صحة للجميع ولكن المنة الإيمان وإرسال الرسول إلينا النعمة هي تلك النعمة منة عظيمة من الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أن يرسل الله لنا رسول منا من الله وأن يهدينا إلى دين الإسلام منا من الله النعمة كل واحد ينعم بها كما النعمة يقول ولكن بالأفضلية المنة نحن أن نحب كل الناس بالخير ليش لماذا قلت أنا ما ليف نما تفا خير جالتشوي ربي نما تفا أومي خالق السماوات والأرض يرحم كل الناس المجرم والصالح يرحمه كيف اسمه الرحمن ورحمتي وسعت كل شيء وسعت كل أي رحمة ربنا شاملة لجميع المخلوقات لأنه خلقهم يتركهم بدون رزق يؤمنوا به أو لم يؤمنوا به فإذا نحن كذلك أن نكون رحماء لجميع المخلوقات للبشر وللحيوانات أن نكون رحماء بيننا وأن نكون رحماء للآخرين لأن الله هو الرحمن يرحم كل المخلوقات فإذا نحن اختلفنا في العقيدة لم نختلف أن نكون رحماء للآخرين ربي كنا رحمة سائر نما يسبيك كيف بين الله رزقين كنا كيف تأمنوا كيف تأمنوا نتس يسبت أمن صفة ربي كنا أك إني رحمتنيات نتس رحمتنيات ونرجل ولله نما براتي أعظم القربات إلى الله تعالى نشر الدعوة الإسلامية وتبيان الأحكام الدينية أن نبين بقدر استطاعتنا وخاصة الفكر الإسلامي الحلال والحرام والمعاملة مع الآخرين
فعلمنا علم الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نغتسل في وقت وجيز. علم ديني كأنه قرآن ربي الرحيم، قرآن ربي نبوس الرحيم، سنة ربي كأنه نتنو في الرحيم. نقبع سينمالي كذي قبابا كيست وانشوف دبتشو هندندي ونسين دبتشو مسجدة مسجد كيف تاو تجرم. هذا المكان ورد في الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جلوسنا هذا جلوس يذكره الله في الملأ الأعلى. جلوسنا في هذا البيت اللي بني لعبادة الله، اللي أسس لعبادة الله. المساجد محل الطاعة، للطاعات بنيت لطاعة الله لعبادة الله، وأساسها على التقوى. نحن الآن في بيت من بيوت الله. ما اجتمع قوم من 3 رجل وفوق. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما اجتمعوا يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، يقرؤون القرآن، يناقشون فيما ينفعهم في أمور الدنيا والدين. يتلو، واحد يقرأ عليهم والثاني يستمع له، مثل معنا الآن ما تيسر لي أتحدث معكم وتسمعوا. إلا نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة. تسمالك أنت تجلس في مكان الخير، أنت تقوم بالخير، وان غاري غيغوتو دلغا غاري غوتو قلبي كني غمدچو. السكينة، السعادة. وغشيتهم الرحمة، تأمهم الرحمة. فيه الرحمة، فيه البركة هذا الجلوس. وحفتهم الملائكة، تحيطهم الملائكة ولكن نحن لا نرونهم. وذكرهم الله في من عندهم. ربنا يذكر مسجد كيست من ربي كيست قرآن قرأوا أو درسي ولي توقع قرأي توقع غيفتو أو معنى وليهيكو. سكينة، سعادة، غمتشون. سعادة جتون وان قلبين كير لكم. رحمة، بركة، وغشتهم الرحمة. ملائكة تحضر هذا المجلس، وربنا ربي كان ندب تورى ملائكة إسابرت كانت تقبرون نكيا نذكروا تجاه تقجمك يلا دبتو جاه نعمان إساني يقول إن غلطهم فتو جاه. هذا المسجد ما في أحسن من تقوى الله. إخواني، تقوى الله مكسب، طاعة الله درجة من الركن والكمال والشرف. ربي اجتو ورب أمر ربي تتبلون درجان كان جالنج أن انجنة. خالق السماوات والأرض هو الذي قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم بيتا وعطاء. ربنا أعطاك إيمان، أعطاك إيمان، أعطاك أفضل شيء، أعطاك التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عليم بأحوالكم وأعمالكم، خبير بأعمالكم ويجازيكم عليها. يقول رب العزة والجلال فيما يتعلق بالمسجد: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من يستحق
إمارة المساجد والقيام بحقوقها في خدمة المسجد، في نظافتها، في كل ما يتعلق بأمور المسجد. من آمن بالله، من يقوم بهذه، بإمارة المسجد، بالصلاة وبإمارة البناء وإنشائها وصيانتها ونظافتها، من آمن بالله ربا وباليوم القيامة، من آمن بيوم القيامة هو من يقوم بهذا العمل. من آمن بالله ومن آمن وباليوم الآخر يوم القيامة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أقام الصلاة يقوم بأداء الصلوات الفريدة بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها، وآتى الزكاة يعطي زكاة من ماله لمستحقيها، ولم يخش إلا الله، لا يخاف أحدا إلا الله. فأولئك فعسى أن يكونوا من المهتدين، فهؤلاء الذين يرجى أن يكونوا من المهتدين إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من المهتدين. نمني مسجد إيجاره حق قرأت، نمني وأمر مسجدات دابت سنة إذا إيجاره إذا نظافة إذا سجادان برباچسو وأمر برباچسو قولون كنابتو نما ربي التأمن، نما قوية آخرات التأمن، دوني غنا قافمنا حسابنا، نما قوية قيامات التأمن، نما صلاة شنن أركان سي وجين واجبات سي وجين كذا سي كيست صلاة، نما هوري إساء الرزقة ورا ربي حق قولي في يتي لكن ربي ملينا مواتوكم صدانتو تلقى مسجدات الدعوة تجد صلاة جماعة صلاة إيجار ومسجد اتهجم في سكون والروان نمني سفكان قبل كصلاة شنان صلاة كمسجد ربي إبادان إيجار كمسجد ربي إيجار كوام مسجد اتهجم مسجد قل والرقراء قاتل كجيري كجير إساء كجيرا والرقراء قال الرجل بجولا. وقال تعالى وأن المساجد، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أوحى الله إلى نبيه أن المساجد لله لعبادته لتوحيده فلا تدعوا فيها أحدا غير الله، لا تشركوا به شيئا كما يفعل المشركون في أماكن عبادتهم. مساجد وني إجارمته في عبادة ربي تيف عبادة ربي ورف ربي ملنا ما براك ستين كبرنا أكو مغرتي وري شركي قول بق عبادة ثاني قولن التوار شركي تقولن هين قولنا. مساجد لعبادة الله فقط. بناء المسجد، بناء المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من يبني مسجد لابتغاء مرضات الله نمن مسجد إجابة رب ما في نهار غنين كيسا خنجر ربي جنة كيسا من إسا إجارة من إسا كين من جنة من الدنيا لا ندير قم لولا ندير قم يو غزير إراتا اسم ندير قم إفا إراجيتا بشانت إراجيتا ركوبا بيبا كيسا نما دوفا هيوما كيسا نما دوفا من آخرا لا يتحدم لا بطول المدة لا يتحدم، ليس فيها هناك هروب ولا الجوع ولا العطش ولا المرض. من يريد بيت السعادة أن يساهم في بناء المسجد. اللهم اجعلنا ممن يساهم في بناء بيوت الله.
في الأرض أحب الأماكن وأطهرها في الأرض المساجد، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. أماكن يحبها الله مساجد، لأن المساجد محل الطاعات وأساسها التقوى. وأما الأسواق الاختلاس والخداع وإخلاف المواعيد والانشغال عن ذكر الله إلا من رحمه الله. فلذلك المساجد أحب لأنها أماكن العبادة. اللهم اجعلنا ممن يحب المساجد، ممن يحب الصلاة في بيوت الله، ممن يشتاق إلى بيوت الله. إذا واحد يأتي إلى المسجد ماذا عليه؟ واحد يأتي إلى المسجد، من آداب المسجد ومن سنة المسجد أن يتجمل لصلاته بما يستطيع من ثيابه وطيبه ونظافة جسمه وسواكه، أن يلبس شيء جميل عندما يأتي إلى المسجد، وأن يتنظف جسمه، وأن يتطيب، وأن يعمل مسواك، لأنه يقف أمام الله، يأتي إلى بيت الله من السنة وليس واجب. يقول رب العزة والجلال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أورى على كل الناس أن يستر واجب. هنا يفسر العلماء هذه الآية كمان تزين. يا بني آدم خذوا ما تسترون به عوراتكم وتتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا ما شئتم من الطيبات التي أحل الله لكم، ولا تسرفوا ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال، إنه لا يحب تجاوز حدود الاعتدال في ذلك، في اللباس والأكل والشرب لا تسرفوا، فإنه لا يجوز الإسراف. ولكن من السنة أن نتجمل ونتزين عندما نأتي إلى بيت الله، كما تعرفون يوم الجمعة في الخطبة إذا حضر والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، لأن النبي أمر بذلك، ركعتي التحية خفيفة بقراءة الفاتحة، وليجوز فيهما، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وليجوز فيهما معناته وليتجوز فيهما يختصر ما يطولها. في الفقه قرينا أنه ما يقرأ إلا الفاتحة ولا يتخطى رقاب الناس عشان يتقدم إلى الصف الأول. نمني مسجد رفو وچو قالوا فاتح رفو وانو قاو قرأتين سواء أفانسان والكل فاتح وچو بريد أفتح رفو لكنا مسجدا. كان قرآن كيسة ربي خذوا زينتكم علماء كي نفسر هيكا خطو غاري أفتح وقي صلاة وقي طواف جيجو نيات اللي ورب سينهر الجنات وان غغاري إرى لغات اللي إسرافا ولينا. ويا جمعة نميت يوغين في إمام خطبه صلاة ركعة لما صلاة تحية مسجدا رغي فتو خطبه اللي، لأنه ويا جمعة كيست نميت صاحب إساتي في يوم الجمعة قال أنصت فقد لغوت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الاستماع إلى لما يأتي يوم الجمعة إلى المسجد إلى الخطبة ما وجد دبة ثواب نساء يكنس صلاة الجمعة ثواب ناقص، أو يكون صلاة الظهر
فيه اختلاف في هذه المسألة، صواب صلاة الظهر فقط أو صلاة الجمعة بس ثوابها ناقص دبتو إساسا نرى دبتو قبل. أما مصلحات أفجئه مايكروفون يو كان دلائي نتات نمني يو كان أجئ نتات دبتو فهم به مصلحة دبتو نكت وأما مصلحة كم نكنما دبتو رتي ثواب صلاة إسانا كسات. أما صفي صفوف تسوية الصفوف في المسجد مطلوب. سووا النبي قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إتمام الصلاة. إتمام الصلاة جزء من الصلاة تسوية الصفوف. لا تكون الصلاة كاملة يكون صواب ناقص إذا صف يكون غير مستوي مختلفين. فالنبي كان بيده يسوي بين مناكب أصحابه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. أن دم التشويش على المصلين برفع قراءة القرآن أو بالدعاء، عدم التشويش على إخوانهم وعدم تخطي على رقابهم ومضايقتهم، وأن يغلق الجوال فيه نغمات موسيقية أن يغلقه عندما يتجه إلى بيت الله حتى لا يشوش على إخوانه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. أن نعظم المسجد لأنه مكان عبادة الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يعمل بما تعلم واهدنا سبل السلام واكتبنا على دين الإسلام. اللهم عمر جسدنا بالصحة ولساننا بذكرك وقلوبنا بخشيتك وجوارحنا بطاعتك ويسر لنا جميع أمور الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا سبل السلام واكتبنا على دين الإسلام. اللهم أكرمنا بالإيمان. اللهم أكرمنا بالإسلام. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وجيرانا صالحا وأصدقاء صالحين وأولاد الصالحين. اللهم اجعل حياتنا مع الصالحين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وسنة نبيك محمد متبعين وعلى كتابك وسنة نبيك متمسكين. النبي قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لئن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إذا تمسكنا بالقرآن وإذا تمسكنا بسنته ننجح في الدنيا. في آية قبل ما أختم كلامي يقول رب العزة والجلال الكلام يجر الكلام في تعرفوا في المسجد الدالة سؤال إنشاد الدالة ما يضيع منه يسأل لا يجوز، والبيع والشراء لا يجوز، ويطلب في المساجد في كل مكان أن نتسامح ونتصافح حتى يذهب الغل والشحناء من قلوبنا، وأن نأخذ على أيدي بعضنا وأن نؤدي حقوق بعضنا البعض. إذا في دين علينا في المسجد، إذا واحد دين عليه أخوه يتضايق منه ويلتقي في المسجد، وأن يرحم غنينا فقيرنا، وأن يرحم قوينا ضعيفنا، وأن يوقر صغيرنا كبيرنا، وأن يرحم كبيرنا صغيرنا، وأن نكون إخوانا في الله كما قال ربنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأن نعمل بما ينفعنا يوم نرحل من هذه الدنيا، وأن نكون صادقين، لأن رب العزة والجلال يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله تعالى خافوا ربكم حق المخافة وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وكونوا مع الصادقين كونوا معهم كونوا أمثالهم في الإيمان وفي الأقوال والأفعال ولا نجاة لكم إلا بالصدق بالصدق ننجح في الدنيا وفي الآخرة ربنا يجعلنا من الصادقين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.